متابعين الأعزاء، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة طبعا هنعمل أكلة جميلة، من غير لا سلق ولا حلل ولا كركبة مواعين ولا تحمير. يعني من الآخر كده هنريح دماغنا، وهنعمل الفرخة في الكيس الحراري. ودي طريقة سهلة وجميلة ومريحة في نفس الوقت. طبعا معايا في هنا الخلطة اللي انا هحشي بيها الفرخة. طبعا مش هحشيها رز كالمعتاد، لا ده انا هختلف شوية. وده عندي طبعا قليل من السمنة مع معلقتين زيت، وده بصل مفروم في الكبة. طبعا خدتهم على النار في الطاسة، قلبت شوية طبعا، يعني حبتين صغيرين، ونزلت عليهم بمعلقة توم. وطبعا قلبت التوم شوية لغاية ما احس انه استوى شوية، وبعدين نزلت بمكعبات البطاطس اللي حضراتكم شايفينها دي، مع الكزبرة الخضراء الجميلة اللي بتطعم اي اكلة. وطبعا كلها دي حاجات غذاء فيتامينات جميلة، صرف النظر عن الرز، فاحنا هنا معانا مكونات صحية جميلة. وطبعا حبتين طماطم مكعبات، وده عود كرفس، والتوابل بتاعتي ملح فلفل بابريكا، حبة كمون صغيرة، وحشيت الفرخة زي ما حضراتكم شايفينها كده. وطبعا قفلتها كويس، كتفتها في رجليها، ولازم احبس الخليط عشان ما يقعش مني بخلة زي كده، بحيث ان انا اقفل كل الفتحات اللي ممكن تسرب الخليط اللي الفرخة اتحشت بيه. وبقت معايا الفرخة كده بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، بالشكل الجميل ده. تنفع في اي عزومة. طبعا جميلة ومختلفة عن الطرق العادية التقليدية. وانا هنا نزلت بمعلقتين صلصة بالشكل ده، عليهم معلقتين زيت. وطبعا لازم اتبلهم ملح وفلفل بابريكا، على اساس انهم يدوا طعم الفرخة طعم ايه جميل. ما تبقاش دلعة كده، لا يبقى طعمها حلو متحبشة. وطبعا دهنت الفرخة كده كلها من كل الجوانب بالشكل ده حضراتكم. وده الكيس الحراري اللي انا هسوي فيه الفرخة. وطبعا هي الفرخة بسم الله ما شاء الله طبعا هتاخد اكبر مقاس بالنسبة للكيس، لان فيه بتبقى مقاسات صغيرة عن كده مش هتنفع معايا. انا حطيتها جوه الكيس، وبرضو انا بحب ايه يعني ادهن كمان الصلصة على اساس تبقى متشبعة. وطبعا من الجنب اللي هو جوه الكيس برضو على اساس تاخد معايا لون بالصلصة جميل. وكده انا بعد ما انتهيت من الفرخة كده انا بطلع الهواء من الكيس ضروري، على اساس الكيس ما يفرقعش معايا في الفرن بالشكل ده. واربط عليها بعد ما طلعت الهواء، واحطها في الصينية بالشكل ده. كده انا مشغلة الفرن على درجة حرارة 200، تسخن الفرن معايا شوية. ودخلتها الفرن على الشبكة بالشكل ده، خدت معايا ساعة تقريبا او ساعة الا 5 دقايق يعني تبع السوا. ودي الشكل النهائي للفرخة بعد ما استوت معايا، بقت بالشكل الجميل ده. منظرها طبعا جميل ما شاء الله، وطبعا مستوية واخدة طعم الخضار واخدة طعم الصلصة، وجميلة جدا كده بألف هنا وشفا. يا ريت تجربوها، بتبقى حلوة قوي مع سلطة الطحينة، او ممكن تعملي رز مكرونة عادي براحتك مفيش مشكلة، زي ما تحبي طبعا. بالهنا والشفا اللي جرب. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة، انا سعيدة بيكم جدا. ونتقابل ان شاء الله فيديو اخر على خير. طبعا الفرخة جميلة اهي ومستوية وناعمة، وطعمها طعمها جميل جدا، يعني اكنها فرخة مشوية طبعا.